الله ينعم والله ما مش بدنا نعمل. تجيك التليفون اجري اثار التعذيب لحد الان موجوده، اجري بيوجعوني منها. الله اكبر والله العظيم. نفس برداني ومبزين حتى مقربين. هاي الصوبه صار لها 15 يوم والله ما اشتغلت نهائيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى المخيم الذي يوصف بأنه الأكثر مأساوية، إنه مخيم الرحمة. هذا المخيم الذي يعاني ساكنيه في الشتاء من كثرة الأوحال ومن اجتياح الأمطار للخيام. وكما نرى هنا سبحان الله، هنا كانت خيمة وغمرتها المياه، وهنا أيضا خيمة توجد في هذه الخيمة عائلة سبحان الله تدخل المياه إلى داخل الخيمة. والآن إن شاء الله سندخل إلى عند أخونا أبو محمد. الله يا الله أخويا أبو محمد، عليكم السلام، حياكم الله أبو محمد، كيفكم روحي؟ ايش أخباركم؟ ربي يكرمكم ويبارك فيكم. طمنونا شو كأن المي داخلة لعندكم؟ والله عم تفوت علينا من هون، عم تفوت علينا من هون، عم تفوت علينا من الشمال. الحمد لله. تفضل. هون هذا مي؟ هاي مي. هلا نايم على المي اقسم بالله لحد الآن من 3 أيام. والله العظيم. هلا في مطرح ناشف هون، هلا انت قاعد عليه، انا لقيت لك مطرح ناشف يعني. الله يكرمك. هلا اسفنجي من هون مي. سألتك بالله بس مد ايدك لجوا، قلبت لك اياها. الله أكبر. اقسم بالله مي. جمعت الاولاد بنص البيت، بنص مطرح الخيمه ما كنا قاعدين. نعم. وحطيت الشياده هذه جواتهم ورديته هيك، رد هيك مشان ما تجي عليهم مي. سبحان الله. ضلينا 3 ايام على الحال والله العظيم. ما عندي قدره حتى مثلا انه ظبطها او شيء، لانه الوضع تعرف انت يعني شتويه ووضع الحياه صعب، معيشه صعبه يعني. انا زلمه كنت معتقل. نعم. ظليت تقريبا شيء 10 شهور تحت الارض معتقل يعني، بيسجوني بفوعه. الله أكبر. اي والله. وهاي صار معي صدفيه بالسجن، يعني من آثار التعذيب. لا هي اثار التعذيب. هي صار معي صدفيه من حاله نفسيه يعني. نعم. وخوف. نعم. صار معي صدف. نعم. وهون فرجيك التليفون اجري اثار التعذيب لحد الان موجوده، اجري بيوجعوني منها. الله أكبر. والله العظيم. يعني هذا الزراح وهيك من آثار التعذيب. هذا تعذيب، هذا اجرينا هون معلم هيك وتصير يجري وتفزر تفزير يعني بالتعذيب. الله أكبر. اي والله طلعت من السجن صار معي التهاب. هلا صار لي تقريبا التهاب بجري. نعم. هلا مثلا بدي اروح مثلا الصبح او امشي او اروح الشغل، شو صار لهم هيك بدي هالوضع؟ اخذ حب مسكن بروفين، يجوز تعرف. يعني بدك تطلع على الشغل بدك تاخذ حبات بدي مسكن. والله صار لي تقريبا شي 5 سنين على الحاله. 5 سنين. والله العظيم. ما لهم علاج هذول؟ لا شايف هون. الله أكبر. تحسن جوز اختي من تشوف. حسبنا الله ونعم يعني صار الوكيل. تقريبا 5 سنين على حب البروفين يعني عايش. الله يوفقك يا رب. الإنسان المجاهد حقه على كل إنسان شريف. الله يبارك فيك يا رب. هاي الصوبة صار لها 15 يوم والله ما اشتغلت نهائيا. والله زي ما بيقولوا يعني هذا اللي عدنا، وهذا هي اغراضنا يعني لكن نحن إن شاء الله أخوة في الله وأقل الواجب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه تبشر بالخير إن شاء الله.